لسه بحكي قصة عن تصوني من التصونات مكرسة كانت في مكان ما، وكانت يعني حاسة بمشاكل وحاسة بضيقات، وده مش بتحبني وتتكلم عليا ومش عارف ايه وايه وايه، وتعمل ايه؟ فالأب الروحي بتاعها قال لها انت محتاجة تاخدي فترة خلوة كده حلوة مع ربنا، وتحكي مع ربنا وتفضفض مع ربنا كده وتصفي، تمسك الإنجيل وتشبع بالإنجيل وتتمتع بالإنجيل، وسيبي فكرك شوية. فعلا قعدت بتاع شهر أو 2 تفتح الإنجيل وتصلي وتقرأ في الإنجيل وتشبع بالإنجيل، والإنجيل يعزيها ويغذيها وتحاول تروح قداسات. وبعد الشهر أو الشهرين دول اللي مضوا رجعت الخدمة بتاعتها، لقيت نفسها بتحب الناس والناس بتحبها، وما عادش يهمها بقى عاد مين بيبص لها بصه حلوه وما بيبصش بصه حلوه. ماتت جواها الذات والكرامه وعاشت منطلقه وفرحانه، بقت تتعامل بحياه جديده. ده الانسان لما يحط ايديه في ايدين ربنا، ده الانسان اللي لما بيحط ايديه في ايدين ربنا ويقول له امسك بايدي يا رب، امسك بايدي يا رب، يمسك في ايد ربنا ويمشي على الارض ويتنطط، يتنطط، لا خايف من زمن ولا خايف من حاكم ولا خايف من ضاغي ولا من خايف من ظالم ولا خايف من ايام ولا خايف من مرض ولا خايف من شيخوخه ولا خايف. انا في ايديه، هو ماسك في ايديا،